أهلا بيكم في الحلقة ال18 من كورس المحادثة. النهاردة هناخد كام حاجة مهمة مع أداة الربط اسمها DOS. طيب إيه بقى الحوارات دي؟ هنعرف. يلا بينا نبدأ. أول حاجة معانا كلمة wichtig يعني مهم. كلمة wichtig يعني مهم. طيب لو عايز أقول من المهم es ist wichtig من المهم. طيب لو عايز أقول، فاكرين كنت بقول كل يوم يعني إيه؟ jeden Tag. طيب لو أنا عايز أقول فعل يتعلم يعني lernen. طيب لو عايز أقول أنت تتعلم du lernst. طيب عايزين نكون جملة دلوقتي مع بعض. لو أنا عايز أقول أنت تتعلم كل يوم اللغة الألمانية. أنت تتعلم كل يوم اللغة الألمانية. Du lernst jeden Tag Deutsch. Du lernst jeden Tag Deutsch. Du lernst jeden Tag Deutsch. طيب ركز بقى معايا. لو أنا عايز أقول في جملة مهمة أنه من المهم، لو عايز أقول من المهم أن تتعلم اللغة الألمانية كل يوم. ثانية. من المهم أن وهي دي قاعدة النهاردة. أن معناها DOS. طيب القاعدة دي بقى، قاعدة DOS دي إيه اللي بيحصل؟ لما بتيجي في الجملة بتودي الفعل التاني لنهاية الجملة بنفس تصريفه. يعني لو أنا قلت do lernst، لو جت DOS قبل do بتودي lernst في الآخر بنفس تصريفها، مش بتخليها في حالة المصدر. طب اديني مثال. لو أنا عايز أقول من المهم أن تتعلم اللغة الألمانية كل يوم. من المهم أن تتعلم اللغة الألمانية كل يوم. من المهم Es ist wichtig أن تتعلم dass du jeden Tag Deutsch lernst. اللي حصل طيب في الجملة هنا، هي كانت في الأول إيه؟ Du lernst jeden Tag Deutsch، صح؟ Du lernst جت das في الأول في قبل du، فبقت dass du jeden Tag Deutsch lernst. أنت فاهم اللي حصل في الجملة إيه؟ اللي حصل إن das ودت الفعل في آخر الجملة بتصريفه بس، فبقت الجملة Es ist wichtig dass du jeden Tag Deutsch lernst. Es ist wichtig dass du jeden Tag Deutsch lernst. طيب بعد كده عندنا لو أنا عايز أقول أنا متأكد ich bin mir sicher. أنا متأكد. طيب فعل يكتب يعني schreiben. طيب أنت تكتب معناها du schreibst. طيب لو أنا عايز أقول أنت تستطيع أن تكتب. أنت تستطيع. Du kannst schreiben. أنت تستطيع أن تكتب، لأن kannst فعل كونن خلى schreiben في حالة المصدر وداها في آخر الجملة، فبقت بدل du schreibst بقت du kannst schreiben. طيب بعد كده عندنا كلمة أفضل يعني besser. طيب لو أنا عايز أقول أنت تستطيع أن تكتب بشكل أفضل. أنت تستطيع أن تكتب بشكل أفضل. Du kannst besser schreiben. Du kannst besser schreiben. Du kannst besser schreiben. Du kannst besser schreiben. طيب ركز بقى معايا عشان عايزين نكون جملة دلوقتي جامدة جدا. لو أنا عايز أقول أنا متأكد أنك تستطيع أن تكتب بشكل أفضل. أنا متأكد أنك تستطيع أن تكتب بشكل أفضل. Ich bin mir sicher. Dass du. Ich bin mir sicher, dass du besser schreiben kannst. Ich bin mir sicher, dass du besser schreiben kannst. Ich bin mir sicher, dass أنك. Ich bin mir sicher, dass du.
besser schreiben kannst. ايه اللي حصل في الجملة دي؟ ايه اللي حصل؟ اكيد انتوا فاهم، انا متأكد انكم فاهمين لان احنا شرحناه حلبنا ابو الحوار ده. ايه اللي حصل؟ ان هي كانت في الاول du schreibst، تمام. بعد كده لما حطينا عليها kannst اللي هو فعل الكونن بقت du kannst schreiben. حلو. du schreibst هي كانت في الاول du schreibst، بعد كده لما حطينا عليها فعل كونن بقت ايه؟ du kannst schreiben. طيب بعد كده لما حطينا عليها das بقت das du schreiben kannst، فبقت الجملة ich bin mir sicher dass du besser schreiben kannst. بس كده حلو أوي، كده حلو أوي. انت كده بص انت خدت قاعدة جامدة اهو، شوية كلمات حلوين. طبعا هنكمل لأن أنا قررت إن أنا أطول لكم الحصص دي، فيلا بينا نكمل. طيب بعد كده عندنا فعل اسمه يزور. يزور يعني بزوخن يعني يزور. طيب وبزوخن ده بيعمل اكوزاتيف، هتفهم ازاي؟ يعني انا لما بزور حد انا بفيد حد او بعمل حاجه لحد او الحاجه اللي بتتعمل في صالح حد، فبتبقى في حاله الاكوزاتيف اللي شرحناها في الدرس اللي هو بتاع الاكوزاتيف والنوميناتيف والداتيف اللي نزلناه ده لو فاكرينه يعني، بس مش مهم. اللي انا عايز اقوله لك انها مثلا لو انا عايز اقول انا بزور صاحبي هتبقى ich besuche meinen Freund. ich besuche meinen Freund. طيب ركز معايا، لو انا عايز اقول كل نهاية اسبوع اللي هي الويك اند، كل نهاية اسبوع يدس فوخنندا. طب ركز معايا، لو انا عايز اقول انا بزور صاحبي كل نهاية اسبوع، انا كل نهاية اسبوع بروح ازور صاحبي. ها ich besuche jedes Wochenende meinen Freund. Ich besuche jedes Wochenende meinen Freund. Ich besuche jedes Wochenende meinen Freund. طيب ركز معايا، لو عايز أقول هو بيزورني er besucht mich. er besucht mich. ها er besucht mich. طيب لو أنا عايز أقول بقى يا معلم هو يزورني كل أسبوع أو كل عطلة نهاية أسبوع، هو بيزورني كل عطلة نهاية أسبوع. er besucht mich jedes Wochenende. er besucht mich jedes Wochenende. هو بيزورني كل عطلة نهاية أسبوع. طيب بعد كده عندنا والديه معناها seine Eltern. والديه معناها seine Eltern. طيب لو عايزين نقول هو يزور والديه كل نهاية أسبوع، هو يزور والديه كل نهاية أسبوع. er besucht seine Eltern jedes Wochenende. er besucht seine Eltern jedes Wochenende. طيب نشقلب الجملة وعايزين نقول كل نهاية أسبوع هو بيزور أهله، كل نهاية أسبوع هو بيزور والديه. jedes Wochenende besucht er seine Eltern. jedes Wochenende besucht er seine Eltern. jedes Wochenende besucht er seine Eltern. فاكرين كنا بنقول متى يعني ايه؟ متى. في الحلقة اللي فاتت منذ متى كنا بنقولها ازاي؟ seit wann. منذ متى. طب لو عايز اقول متى wann. طيب لو انا عايز اقول هو بيزور ابوه وامه امتى؟ والديه. متى يزور والديه؟ wann besucht er seine Eltern. wann besucht er seine Eltern? er besucht seine Eltern jedes Wochenende. er besucht seine Eltern jedes Wochenende. طيب wann kommt ihr uns besuchen? wann kommt ihr uns besuchen? wann يعني متى، kommt تأتون. حلو. ihr اللي هو أنتم، ihr. طيب uns نحن لزيارتنا besuchen، يبقى wann kommt ihr uns besuchen. wann kommt ihr uns besuchen. ركز بقى معايا عشان اللي جاي مهم جدا. معانا آخر حاجة النهاردة وهي ايه الفرق بين wann وفين؟ الفرق بين wann وفين دي كنت هنزلها ريل بس هديها لكم في الحلقة، طبعا انتوا أهم. ايه الفرق بين wann وفين؟ ركز معايا، كلمة wann معناها منذ. طيب منذ أنا مش عارف أنطق عليها منذ، يعني المفروض أقول منذ. wann معناها منذ وفين معناها عندما. طيب حط لي دي في جملة ودي في جملة. فين اللي هي عندما
wir freuen uns, wenn ihr kommt uns besuchen. طيب wann ihr kommt uns besuchen. متى سوف تأتون لزيارتنا. wann ihr kommt uns besuchen أو wenn ihr kommt uns besuchen عندما. فاهم الفرق؟ طيب بعد كده عندنا كلمة مرة أخرى معناها فيدا. طيب لو أنا عايز أقول فاكرين أو أنتوا أكيد سمعتوا أي حد ألماني بيجي يتكلم بيقول لك إيه أو فيدا زين اللي هو أراك لاحقا أو أراك مرة أخرى أو فيدا زين أراك قريبا بقى. معرفش هما بيترجموها ترجمة الحرفية إيه بس هي أو فيدا زين. أو لو عايز أقول زورونا مرة كمان أو لو عايز أقول زورونا مرة كمان besucht uns mal wieder. besucht uns مال فيدا. طيب احنا كده المفروض خلصنا. انا عارف ان الحصة دي طولت بس بعد كده هنطول كده بصراحة يعني هتبقى في الحدود دي. طيب يلا نراجع على الكلمات اللي خدناها. حاجة خدناها wichtig يعني مهم. بعد كده خدنا es ist wichtig من المهم. بعد كده خدنا lernen يعني يتعلم lernen. بعد كده خدنا jeden Tag. بعد كده خدنا du lernst يعني أنت تتعلم. بعد كده خدنا das اللي هي أن وعرفنا إنها قاعدة بتودي إيه الفعل في آخر الجملة وبتخليه زي ما هو متصرف. بعد كده خدنا يكتب يعني schreiben. طيب أنت تكتب du schreibst. بعد كده خدنا أفضل يعني besser. بعد كده خدنا ich bin mir sicher. طيب بعد كده خدنا فعل يزور يعني besuchen. صديقي meinen Freund. كل نهاية أسبوع jedes Wochenende. هو يزورني ihr besucht mich. والديه seine Eltern. طيب لو عايز أقول متى يعني wann kommt ihr uns besuchen. بعد كده خدنا يسعدنا يعني wir freuen uns. بعد كده عندما معناها wenn. لو عايز أقولها في جملة عندما تأتون wenn ihr kommt. بعد كده خدنا wann kommt ihr uns besuchen اللي هو متى سوف تأتون لزيارتنا. بعد كده خدنا wir freuen uns wenn ihr kommt. بعد كده خدنا فيدا اللي هي مرة أخرى أو فيدا زين. بعد كده خدنا besucht اللي هي بعد كده خدنا besucht uns mal wieder. طيب انت كده تمام. متنسوش لايك شير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتشيروا عشان نوصل ل1000 مشترك بسرعة يعني. يا ريت نوصل ل1000 مشترك. يا رب نوصل. يلا سلام بمناخيري.